شعب. السائقين بيقولوا لهم هنعمل لكم بقى القسط ونلغي، وبيخوفون برضو من حضرتك. احنا هنمشي مصر كلها ونستورد واحدة تانية ولا ايه؟ السواقين دول يعني عرقهم وجهدهم مقدر جدا، وهم وسيلة الانتقال، والناس بتشوف مصالحها بسواق التوك توك الآن في البلاد، في القرى وفي المدن حتى كمان، فدول مهمين جدا. وسواق الميكروباص اللي بيصحى من بدري عشان يوصل الناس من قبل الساعة 7 وهو بيشتغل، وسواق الأتوبيس اللي بيتحرك في الزحمة وبيروح ويجي وياخد وردية ومردود الوظيفة ضعيف، وسواق التاكسي ومشاكل التاكسيات. هؤلاء من نسيج مصر الحقيقي، دول الرجالة، دول أبناء مصر العاملين بجد، اللي هم بيعتبروا عصب الحياة، العصب اللي من خلاله بيتنفس المصريين عشان يشتغلوا. بس احنا عندنا مشكلة حقيقية لبعض الفئات، زي السواقين اللي جايب تاكسي بالقسط، والفلاح اللي واخد قرض من بنك التسليف او من بنك القرية او غيرهم، بيخش في مشكلة انه تعثر فبقى عليه فوائد القرض عالية جدا، وبيخش في مشكلة هيتسجن. هل ممكن يتم مراجعة مش اصل المبلغ، ولكن الغرامات والفوائد اللي هو ده سوف يتم مراجعة هذا كله. تمام. لكن انا عايز اقول ان انا ما بجبيش على حد، ده حقهم، لانه في العقود التي ابرمت وفي القروض ديت كان هناك نوع من انواع عدم الوضوح. هم فوجئوا لسه النهارده سواق تاكس ابيض بيقول لي انهم قالوا لنا كلام، ولما جينا نسدد طلع كلام تاني، لقينا المبلغ مضاعف، عايزين حل للموضوع. فاحنا حق البنوك يبقى محفوظ، لكن ايضا الواقع وحق هؤلاء جميعا السائقين لابد من اعادة نظر واعادة جدولة وواقعية في هذه العلاقة وكيفية التعامل معها. ولا في حبس، يجب أن لا يكون هناك حبس بسبب هذا على الإطلاق. وبالتالي احنا بنتكلم عن معالجة حقيقية وتحقيق مصلحة لكل هؤلاء إن شاء الله. النهضة إرادة شعب.